السلام، بسم الله على بركة الله. أهلا وسهلا بالجميع ومرحبا بكم في قناتي. والله يسعد قلوبكم، آمين يا رب العالمين. والقصة تاع اليوم غتكون ديال فاطمة. هاد السيدة أرملة مسكينة كتسكن في مدينة مديونة، كتسكن في واحد الدوار سميتو تيابرا. هاد السيدة منين مات راجلها الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين خلى ليها جوج وليدات يتامى، الله يحسن العوان، وخلى ليها واحد البقعة أرضية في الورث. لكن الحمد لله خدات حقها في المحكمة وتباعت هاد الأرض في المزاد العلني، عطاوها 10 المليون. ولكن مع الأسف هاد 10 المليون غتمشي لها في رمشة العين عن طريق صحاب السماوي. هاد صحاب السماوي هادوك تيكونوا مختصين في الحرام وتيدوخوا عباد الله بطريقتهم، وكيستعملوا واحد النوع ديال الشعوذة زائد الكلام الحلو، وكيديو الإنسان يعني كيديروا خطة جهنمية والتلاميذ حتى كيطيح بنادم في الشبكة ولا في الفخ وتيسرقوا ليه رزقو كي بحال البرق، بحال كيضبعوه كيبقى انسان اللي قالوا ليه كيديرها حتى كيجيب لهم رزقهم. فاطمة مسكينة تصدمات فاش مشات لها 10 المليون. وتبعوا معايا هاد القصة هادي من الاول حتى الاخر، وما تبخلوش على خوكم، الله يرحم الوالدين، بلايك والاشتراك فضلا وليس امرا. صحاب السماوي تيكونوا عصابة كيضبعوا بنادم، وخاصة كيحطوا بزاف على العيالات اللي عندهم الفلوس. المهم ملي كيضبعوا الانسان كيكون حاضر في نفس الوقت مرفوع العقل ديالو ما حاضرش، كتسمع غير كلامهم وداك الشيء اللي تيقولوا لك كديرو بالحرف الواحد، وما كتحس حتى كيتم العملية وكيديو لك رزقك وكيسرقوا لك رزقك ورزق ولادك. وداك الشيء اللي وقع لفاطمة الأرملة مسكينة، الله يحسن العوان. فاطمة ساكنة في واحد الدوار سميتو تيابرا، خارجة شوية على مديونة. في واحد الصباح غادي تفيق وغادي تمشي معولة باش تخلص الماء والضوء، ومن بعد غادي تقدا شي بركة وغادي ترجع في نفس الطريق فاش جات. عندها طريق وحدة كتدي وكتجيب. هنا فاش رجعات قضات الأغراض ديالها، جابت معاها شي بركة مسكينة ومعولة طيب الغدا لوليداتها، وهي جاية كتمشى في نفس الطريق فاش جات. هو يوقف على واحد طوموبيل. هاد طوموبيل فيه شيفور وواحد المرا اللور وواحد الشيباني سايق طوموبيل. هو يوقف عليها قال لها السلام عليكم، وهي تشوف فيه قالت ليه عليكم السلام. قال لها ياك ما بعيدة لالا يلا نوصلك، الا كنتي بعيدة يلا. قالت ليه لا الله يرحم لك الوالدين غاسير، الله يجازيك بخير. وهذيك الساعة بدات كطيح الشتا واحد شوية. الشيفور شاف الشتا وهو يقول لها راه الشتا راه غدا وكتزاد، يالله نوصلك في الطريق الا كنتي بعيدة، طلعي نوصلك، هاد الناس راه معايا تا هما غير غنوصلهم. وفعلا فاطم شافت المرأة في اللور وهي تزعم وهي تركب، وشافت حتى الشيباني وهي تطلع، وركبات معاهم وبقات غادا الطوموبيلة في الطريق. قال لها الشيفور غير طلعي مرحبا بك، غنوصلك فين ساكنة، وهانت هاشتا راه جاية في الطريق وصعيب عليك الحال وغادي تكرفسي، وما تخافي والو الحمد لله. انا راه اي واحد كنتلاقاه في الطريق كنوصلو في سبيل الله. هو ينطق الشيباني وقال لفاطمة هاد السيد الله يعمر هدر راه هزنا من السوق غادي بينا وكيدير الخير، وحتى انت راه غيدير فيك غير الخير. ومسكينة هي تاقت ملي كتسمع داك الشيباني كيهضر، قالت زعما كاين هاد الناس فعلا كيديروا الخير. صافي هي هاديك بقات غادا الطوموبيله والشيفور كيهضر والشيباني كيهضر، وفاطمه تقول ليه الله يرحم لك الوالدين. قال لها ما كاين حتى مشكله لالا. المهم الشيفور هو ينطق، هو يقول فاطمه قال لها واش نتيا ساكنه غير في هاد الدوار؟ قالت ليه لا انا ساكنه في الدوار اللي الفوقاني. قال لها بغيت غير نسولك الله يرحم الوالدين واش كتعرفي واحد السيده سميتها الحاجه خدوج العروسي؟ قالت ليه لا هاد السميه معمرني سمعت بها. قال لها صافي غير غنسالي وغادي نلقاها ان شاء الله بجوادي، غادي نعرف فين كاينه وغادي نعرف فين ساكنه، غير نشوف شي ناس كيتسناوني ونسالي معاهم واحد، نفك معاهم واحد المشكل ونحيد لهم واحد الثقاف. وهذيك الساعه غادي نقلب على هاد الحاجه خدوج العروسي غادي نلقاها، وبجواديه غادي نلقاها. هو يتكلم الشيباني قال ليه كيفاش غتلقاها بجوادك؟ قال ليه واش انت فقيه ولا شنو؟ قال ليه الشيفور لا انا ماشي فقيه، ولكن انا روحاني وكنكشف غير من الوجه ديال الانسان وكنعرف شنو عنده وراني بجواديه. وقال لي الشيباني
واش كتهضر بالمعقول؟ قال لي الشيفوري كنهضر معاك بصح، وانت غير طلعتي عندي من الطوموبيل انت والمرا ديالك. المشكل ديالك انت والمرا ديالك ان ما عندكمش الولاد، ما كتولدوش، وغاديين دابا قاصدين السبيطار، كتقلبوا على شي حل باش تولدوا، لكن المشكل ديالكم ساهل. وفاطمة بقات غير كتشوف وجالسة مسمرة في بلاصتها، حسات بالسخونية، وداكشي اللي تيقول هداك السيد ماشي عادي. ومرات الشيباني قالت ليه: وباش عرفتي يا سيدي حنا ما عندناش الولاد؟ باش عرفتي؟ قال لها: بجوادية، وراني انسان روحاني، اي واحد شت ليه في وجهه معطي ليا الله داكشي كنقرا وجهه كنعرف اشنو عنده، وخدامين معايا جوادية من الصغر ديالي وانا هكا، المهم بالبركة ديالي. وهي تقول ليه المرأة: تسليم، هادشي اللي تقول هو اللي كاين، ما كذبتي حتى شي حاجة، ما عندناش الولاد. سبحان الله. قال لها الشيفور: هذا المشكل اللي عندكم أمراض روحية ماشي أمراض عضوية. وهي تقول ليه: فعلا عيينا ما ندوزو في السبيطارات وما جابش الله. هو يقول لها: المشكل عندكم في واحد الحرز سحور مدفون في المقبرة المنسية، وهي اللي معكسة لكم حياتكم، وخدام فيها واحد الجن ما غاديش يخليكم تولدوا. كم ما عنديش المشكل، راه غير طلعتوا عندي وقريت وجهكم وكشفت عليكم وبقيتوا فيا صراحة، وغادي ندير فيكم هذا الخير في سبيل الله. قالوا ليه: الله يرحم لك الوالدين. قال لهم: شوفوا، عمروا غير النية. وهما يقولوا ليه: تسليم، حنا معمرين النية معك، حنا معمرين معك النية الشريف، واسمح لينا حيت كيتصحاب لينا في الاول غير شيفور. قال لهم: ما كاين حتى مشكل. قال لهم: كنت ناوي غادي نمشي بعدا نسبق هادوك الناس، لكن نتوما حيت معايا وجالسين معايا في الطوموبيل، بلاتي نقضي لكم الغرض ونحيد عليكم هاد الثقاف هذا، باش كيما نحطكم تمشيو في حالاتكم. هو يجنب الطوموبيل، وقف هو يقول للشيباني: جبد 5 دراهم وحطها في قلبك وقول هداك الشي اللي بغيتي. وحطها في يديا، فعلا الشيباني عمر النية وجبد 5 دراهم وحطها في يد الشريف، وبقاو كيشوفو كاملين. منين حط الشيباني 5 دراهم وهو يسد يدو واحد الدقيقة وبدا كيتمتم، ومنين حل يدو في البلاصة هاديك 5 دراهم ولات حرز سحور. قال لهم: ها هو حضرتو لكم بجوادي، اشنو بان لك؟ يا قلت لكم بجوادي غادي نحضرو بين يديا. المهم هاد الحرز هو اللي سبب لكم في المشكل، ما كيخليكمش تولدوا، حيت خدام فيه واحد النوع ديال الجن ما تيخليكمش تولدوا. ولكن انا منين طاح بين يديا غادي نفسخو، واعتبروا ان شاء الله غادي تفرحوا وغادي تولدوا وغادي تعيشوا الحياة. المهم في هذيك اللحظة فاطمة خرجوا عينيها ولاو كي بحال ديال السردين، بقات غير كتشوف ومدهوشة مسكينة، أول مرة كتشوف كي بحال هذاك العجب. هو يقول الشيباني للشيفور: الله يرحم لك الوالدين، إن شاء الله يسهل عليك الله منين درتي فينا هذا الخير هذا، الله يجازيك بخير. وهنا المرأة بانت عليها الفرحة والسرور بحال خفافو على عظامها، كتدوي مع فاطمة كتقول لها: الله كنحس بواحد الراحة، الله يجازيك الشريف ويطول عمرك. قال لهم: ما كاين حتى مشكل. فاطمة ما كتكلم وما كتدويش، بقات غير ساكتة. وهو يقول لها الشيفور: وانتيا سماك الله؟ قالت ليه فاطمة. قال لها: شوف يا فاطمة، انتيا ماشي من هنا. قالت لي: ياه. قال لها: انتي شلحة؟ قالت لي: ياه انا شلحة. قال لها: فين بلاصة في الشلوح؟ قالت لي: من قلعة مكونة. قال لها: مزيان، قلعة مكونة معروفة بالماء الورد وفيها الورد. قالت لي: ياه سيدي. قال لها: متشرفين مزيان. قال لها: انا راه من امغران. قالت لي: فين جات هاد امغران؟ قال لها: امغران جات في ورزازات. لكن فاطمة في هذيك اللحظة منين شافت هذاك الشي ما داتهاش لا في امغران، بقات غير مدهوشة وساكتة، وحاسة براسها بأنها بحال كاينة في واحد البلاصة يعني مخلوعة، بدات كتشد فيها الخلعة. هنا قال لها: تانتيا راه عندك واحد المشكل صعيب.
الشيفور قال لها انت عندك واحد المشكل صعيب، وهذا مشكل عندك في واحد الارض، وهاد الارض راه تباعت وفيها سحور وحاسدينك عليها، وراجلك راه مات الله يرحمه، واعرة شوية القضية عندك، وعندكم واحد جوج عيالات من العائلة ديال راجلك. هاد الجوج هادو حاسدينك على هادوك الفلوس ديال هاديك الأرض اللي شديتي فيها واحد 10 مليون. هادوك إلا جاب الله ما درتيش ليهم تا هما الفسخ وقضيتي الغرض وحيدتي عليك العين الحاسدة والحاقدة، غتبقى تابعك وتابعك في ولادك وفي صحتك. هنا قالت ليه فاطمة لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عنديش أنا الفلوس أسيدي. قالت ليه أنا هادشي كامل اللي كتقول كاين راجلي مات والأرض تباعت وما عنديش الفلوس، أنا ما شديت والو. قال لها جيبيهم وهانتي راه إلا ما قريتيش عليهم باش تحيدي منهم هاد العين الحاسدة والتابعة والطاقة الخايبة، يقدر تأذي يتأذى ولادك هما الأولين. وهنا فاطمة تخلعات وقالت ليه لا ما عنديش الفلوس. هو يقول لها قلت لك عندك، راه جوادي بروني وقالوا لي هاد السيدة يتيمة خصك تعاونها، وراه إلا ما فسختيش وما سببتيش لهاديك الفلوس والبركة اللي عندك راه غادي تبقى تابعك في صحتك وفي ولادك. هنا فاطمة قالت ليه لا سيدي أنا ما عنديش. هو يقول لها راه غيقجوني غيقجوني راه غيقجوني جوادية. فاطمة تخلعات بغات تحل الباب الطوموبيل بغات تخرج خافت، وهنا مرت الشيباني شداتها وعنقاتها ودوزات ليها يديها على راسها وعنقاتها بحال دوزات عليها شي حرز بلا ما تعيق. وهنا طار ليها طلاميس السماوي شد فيها، وهي تبرد فاطمة وتحيدات منها الخلعة وتهدنات وحست براسها كي بحال ما وقع والو. هو يقول لها الشيفور هانتي غير غنوصلو لعين المكان حدا الدار ديالك وغادي تنزلي وغادي تمشي تجيبيهم وديري هادوك الفلوس في الزيف بيض، ما تكلمي مع حتى واحد، وغادي تجيبيهم ليا باش نقرا عليهم شي بركة، وهاديك الساعة ترجعوهم حيت هاديك الفلوس راه فيها العين وغادي تأذيك انتي وولادك. فهاديك اللحظة فاطمة كتسمع غير الكلام ديالو، وهاديك خيتي مرت الشيباني دوزات على راسها برداتها بشي طلاميس. هنا السيدة مرفوعة، فاطمة بقات مضبعة، بقات غير غادة وكتسمع الكلام ديالهم ومرفوعة وما حاضراش وما كايناش في هاد العالم. السماوي هو هذا. ومنين هبطات من الطوموبيلة دخلات للدار هزات فيه على الفلوس، خدات 10 مليون من ماريو وما تكلمات مع حتى واحد. ومنين رجعات لقات ليها بنتها خبات تخرج، قالت لها فين غادا ماما؟ يلا كنتي خارجة. قالت لها ماشي شغلك. سمعات لبنتها منين تكلمات معها ودارت فيها وقالت لها ماما فين غادا؟ وتقول لها هاني جاية. وهنا داك الشي اللي في يديها رزقها ورزق ولادها. 10 مليون غادا بها وغادا تديها ليهم. السيدة مرفوعة ما عايقة بوالو، كتسمع لبنتها ملي كتكلم معها، لكن السيدة مضبعة وغادا ودات ليهم هاديك 10 مليون. قالت ليهم ها هي. وهنا شد هذاك الشيفور 10 مليون وقال لها دابا غادي تمشي تجيب لينا واحد الكاس ديال الماء، يكون في كاس سامبل ما يكونش مزوق ما يكونش فيه الزواق. على سعدة وحدة مسكينة مشات دخلت عاوتاني وهي تجيب الكاس ديال الماء، بدات كتقلب. وبنتها قالت لها ماما علاش كتقلبي؟ قالت لها ماشي شغلك. دارت فيها وهي تهز الكاس ديال الماء وخرجات على برا، وهي تلقات الطوموبيلة طارت ما بقاتش في بلاصتها. هنا اشنو وقع؟ بحال قلتي ضربتيها بطرشة، فاقت وعقت. الله يا ربي شنو كندير؟ بحال قلتي يلا هذاك السحور اللي كانت دار ليها عطى المفعول ديالها، ولكن من تم العملية ديال السرقة ومشاو في حالتهم عاد عاقت وفاقت من القلبة. عاد ليها عقلها واستوعبات في هذيك اللحظة المؤلمة كي بحال كانت مسكينة في واحد النوم مغناطيسي وفاقت في هذيك اللحظة. وهنا حسات بالشمتة وسرقوا ليها فلوسها
وكلاو ليها دماغها. وهما هادو هما صحاب السماوي. هادو صحاب السماوي كيديروا افعال شيطانيه للانسان، كيخدموا طريقتهم وكياخذوا العباد الله رزقهم ورزق وليداتهم. فاطمه مسكينه في هذيك اللحظه بدات كتجري وكتقلب عليهم وكتغوت ربي اللي خلقها. عرفت انها دارت بها، عطاتهم الفلوس وتشمتات وبقات مسكينة كتبكي حدا واحد المقبرة المنسية من بعد ما دخلوا شي محسنين وداروا فيها الخير وداوها الجيران. وهذيك الليلة مسكينة ما نعساتش، صراحة ما نعساتش بالسيف. مشات ليها 10 المليون، كيفاش غيجيها النعاس، كيفاش غيجيها النعاس وهي مسكينة عطاتهم الفلوس بيديها. هنا وكلات أمرها الله سبحانه وتعالى ودارت في هذيك الليلة الرقية الشرعية. ومن بعد تهدنات وارتاحت مسكينة شوية، وفكرت بأن كاينة واحد الفيلا جات في وسط الطريق اللي كدوز عليها فيها الكاميرا. مشات لغد ليه في الصباح عند هذاك السيد واحد الدكتور مول الفيلا، دقات عليه هو يخرج لعندها وقال لها ياك لاباس لالا. قالت لي الله يرحم لك الوالدين، ها شنو وقع ليا، ها شنو وقع ليا. كتعاود ليه مسكينه من طقطق تا السلام عليكم. حكات ليه هذاك الشيء اللي وقع لها. قالت ليه بغيت غير نشوف الكاميرا، الله يجازيك بخير. قال لها الطبيب غير تهدني الكاميرا، وحده راه خدامه وحده راه ما خداماش، ولكن غادي نقلب هذيك اللي خدامه. من بعد مشات لعند الجندرم، عاودت لهم القصة، قالت لهم عندك الله يجزيكم بخير راه اش وقع ليا اش وقع ليا من طقطق تا السلام عليكم. قالوا لها الجندرم واش عندك شي دليل، عندك شي حجة؟ قالت لهم ما عندي والو، المهم هذاك الشيء اللي وقع ليا كانت مدوخة دايخة وما عقلتش على والو وما عرفتش، ما عقلتش بزاف على وجههم. وقالوا لها واش عقلتي على الطوموبيله؟ قالت لهم الطوموبيله كانت كحله. قالوا لها لا واش شفتي النمره ديال الطوموبيل الماتريكول؟ قالت لهم لا ما عقلتش انا على الماتريكول ديال الطوموبيل. قالوا لها واش غنديروا لك دابا، ما عقلتي على والو، كيفاش بغيتي نجبدو انا هاد الناس هادو، كيفاش غنجبدوهم؟ قالت لهم عافاكم الله يجزيكم بخير تمشيو معايا تشوفوا هادوك الناس ديال دوك الفيلات راه عندهم الكاميرات، هما اللي غادي يشوفوا الطوموبيله. قالوا لها هاكي سيري، عطاوها 320 درهم، جمعوا ليها 320 وعطاوها لها. قالوا لها سيري دابا عند وليداتك حتى نجيو لعندك. فاطمة من بعد مشات مسكينة في واحد الحالة مأزمة وما عقلاش على راسها، الله يحسن العوان. رجعت للدار وكتبكي وغادي تعيط، فكرات واحد البوليسي غتعيط ليه صاحب راجلها الله يرحمه. بقات النمرة في التليفون ديال رجلها، ومرة هاد السيد هاد البوليسي هذا كيسول فيهم في سبيل الله في العواشر، حيت كان الصديق ديال راجلها الله يرحمه. هو يقول لها سيري لعند الجندرم. قالت لي راني مشيت وعاود قالوا لي سير تنعيطوا لك. هو يقول لها غير سيري غنعيط ليهم في التليفون. فعلا هزات جلابيتها ورجعت عاوتاني لعندهم. غادا وكتمشي وكتجي مسكينة على سعدها ووعدها. وتلقاها واحد تلاقى مع واحد جدرمي قال لها راه مشينا ولقينا شي كاميرات خدامين وشي وحدين ما خدامينش، علاش رجعتي؟ غير سيري. قالت ليه لا الله يجازيك بخير واحد البوليسي راني كنعرفو، راه هو اللي قال لي غير سيري لعندهم راه غيتصل بكم. ويقولوا لها واخا دخلي لهداك الداخل. بداو كيسولوا فيها قالوا لها شحال مشالك؟ قالت لهم مشات لي 10 المليون. قالوا لها منين جاتك هاد 10 المليون؟ قالت لهم شديتها في حق الارض ديال راجلي اللي مات الله يرحمه. المهم عاودت لهم القصة من الاول حتى الاخر. وهنا جابوا لها واحد جدرمي هو شلح كيتكلم معها. عيط ليه البوليسي اللي كيعرف راجلها قال ليه الله يرحم والديك شوف الحالة ديال هذيك السيدة. جدرمي شلح قال ليه غير تهنى، قال ليه ما كاين حتى مشكل. فعلا شاف الحالة ديالها وشافها مسكينة مكرفصة ويتيمة، ومشى معاها للدار وشاف الوضعية ديالها وفين ساكنة، وعمر لها يعني خدا قاع المعلومات وعطاها لاكارت. قال لها شوفي الا كانت شي حاجة راني غادي نعيط لك وغادي نوقف معاك. فعلا
هنا السيدة فاطمة منين عطات الأقوال ديالها صافي، يعني ما كاينش شي حاجة اللي هي ملموسة واللي تبين لهم شي برهان بأن هاد العصابة راكبين شي طوموبيلة من نوع كذا كذا. قالت لهم فاطمة غير طوموبيلة كحلة وصافي، ما عرفاش ما عقلاش وما عقلاش على النمرة ديال الطوموبيل. وهنا الجندارم لقاو شوية ديال الصعوبة، مشاو كيقلبوا على الكاميرات اللي فوق حدا الطريق، يعني هادوك الفيلات اللي كاينين فوق الطريق، كيسولوا كيلقاو واحد الطوموبيلة اللي دازت تما شداتها الكاميرا، كانت هاد الطوموبيلة كحلة، مشبوه في الأمر ديالها حيت قالت لهم كاينة طوموبيلة كحلة. وقالوا ليها عيطوا ليها في التليفون قالوا ليها اشنو كنتي لابسة؟ قالت لهم كنت لابسة واحد الجلابة فانيدية وزيف حمر. هنا قالوا ليها لا، هاديك اللي شفنا في الكاميرا لابسة جلابة في الكحل. قالوا ليها وهداك الراجل اشنو كان لابس؟ قالت لهم الراجل كان سمر ولابس كاسكيطة والقميجة. فاطمة مع الأسف عطاتهم غير الألوان ديال اللباس وشنو كانوا لابسين، مع الأسف هداك الشي ما كيقنعهمش، لأنه عياو ما يقلبوا الجندارم وشافوا الفيلات وشافوا الكاميرات، ولكن بعض الكاميرات خدامين والبعض لا، وشي وحدين كيكونوا محطوطين عند جهة الباب. المهم هداك ما توصلوش لشي نتيجة اللي هي إيجابية. من بعد قالوا لها حتى نقلبوا ونشوفوا عاوتاني إلا كان شي حاجة راه غادي نتواصلوا معاك. هنا فاطمة مشاو ليها الفلوس، مشات لها 10 المليون، مشات على عينيها ضبابة. واللي وقع ليها كان مستهدف ولا مخطط، حيت ما يمكنش يكون واحد جاي غير هكاك عشوائي، وكيفاش عرفوا عند هاد 10 المليون في الدار ديالها، وعوض تخليهم حتى هي في البنكة مأمنين دارتهم في الماريو وهزاتهم وعطاتهم الفلوس. ايوا شتي، كون جاب الله خلاتهم في البنكة احسن ليها، ولكن مع الأسف هادشي كيوقع. ولكن هاد صحاب السماوي راه تيكونوا عصابة عندهم معلومات وكيتحققوا من المعلومات وكيدوخوا عباد الله، وخصوصا إلا عرفوا مستهدف غير مرة كتكون فريسة سهلة. صحاب السماوي غير شدوا الفلوس وغبر لهم الآثار، وفاطمة مسكينة بقات مصدومة وما كاينش شي نتيجة، بقات كتسنى مسكينة على سعدها ووعدها رجا في الله. ولكن ربي كبير كيخلص كل واحد على فعيلو، اليوم راه الدنيا وغدا الآخرة. والله يصبرك أختي فاطمة. المهم القصة للعبرة فقط، وحتى نتوما الخوت إلا عندكم شي معلومات وشي إفادة وشي ميساج أعطيوني الآراء ديالكم، وكنحييكم وتنقول لكم إلى اللقاء مرة أخرى إن شاء الله. وخلي معك واحد البصمة، الله يرحم الوالدين. سلام.